هو لما ترامب يقلل قيمة الدولار بتاعه، هل ده بقى كده في مصلحتنا وديوننا هتقل والدنيا هتتنغنغ وكله زي الفل؟ الرئيس الأمريكي بيمثل تهديد على أساسيات الرأسمالية العالمية، وأولهم حرية التجارة. من أهم الأهداف المحتملة اللي اقتصاديين كتيرة ابتدوا يتكلموا عليها مؤخرا الخفض المتعمد لقيمة الدولار الأمريكي. من الأول كده وقبل ما أكمل الموضوع ده، لأنه معقد حبتين ومحتاج من معاليك شوية تركيز كده حلوين. اللي هقوله لك ده قلب الخطة الشريرة لإدارة ترامب، ولو سمحت ما تفكرش بشكل ضيق وانت بتسمع الكلام ده في مصلحة الجنيه وانا هكسب ازاي واحنا ممكن نستفيد ازاي والكلام ده، لان للأسف محدش هيدور على مصلحتك الا انت، ولا اخوة عرب ولا حلفاء اجانب، مع احترامي للجميع. اديكوا شايفين اللي بيحصل في غزة على مرأى ومسمع من العالم كله، ومحدش رفع صباعه وقال كده عيب يا جماعة. كله عايز مصلحته الخاصة وليذهب الجميع إلى الجحيم. نرجع لموضوعنا. أمريكا عندها عجز خرافي مالي وصل ل1.2 تريليون دولار في 2024، وده طبعا بيضر بالعمال الأمريكيين خصوصا في مجال الصناعة. ترامب شايف إن الدولار أقوى مما ينبغي، وده بيخلي الاستيراد من بره أمريكا أرخص بكتير من التصنيع الأمريكي. بغض النظر بقى إن الدولار ده عملة أمريكا وفي نفس الوقت العملة الأساسية للتجارة العالمية وعملة الاحتياطيات في البنوك المركزية. ولو مش فاهم الكلمتين دول راجع الريل بتاع امبارح. قام ابتدى يحط خطة إنه يضعف الدولار عن عمد علشان يخليه أكثر تنافسية ويقدر ينتج بقيمة أقل ويصدر للعالم كله. الفكرة دي مش جديدة، وبالفعل أمريكا لعبتها سنة 85 قبل كده في اتفاق اسمه اتفاق بلازا، اتفقوا فيها مع اليابان، ألمانيا الغربية، إنجلترا وفرنسا على إن هما يقللوا قيمة الدولار بشكل منظم وبطريقة معلنة مسبقا، علشان ما يحصلش حالة من الذعر المالي في الأسواق والناس كلها تنزل تبيع الدولارات اللي معاها والأسواق تقع. والدول دي طبعا هتستفيد إنها تقدر تشتري منتجات أمريكية أكتر بقيمة أقل. بس الحقيقة إن كان في كبش فدا في النص ما كانش واخد باله. اليابان اللي كانت بتهيمن على التصدير للعالم كله وعلى تكنولوجيا العالم كله لبسوا ارتفاع مبالغ فيه لقيمة الين الياباني، ودخل الاقتصاد الياباني في حالة من الركود معروفة لحد دلوقتي في تاريخهم بالعقد الضائع خلال التسعينات. بس انا عارف ان انت لسه بتسأل ايوه تأثير الكلام ده علينا ايه، احنا ايه بقى كدول عربية ومصر والكلام ده هيفرق معانا ايه؟ لو الراجل عمل اللي في دماغه اتفضل اللي هيحصل. غلاء اسعار وارتفاع تكلفة الواردات. انخفاض الدولار معناها ارتفاع اسعار المنتجات المستوردة الغير امريكية. دولار ضعيف يعني مثلا يوان قوي. لو ان انت بتستورد من الصين يبقى معاليك هيزيد عندك معدلات التضخم وهتحرق دولارات من الاحتياطي بتاعك عشان تشتري نفس كمية الحاجات اللي كنت بتشتريها قبل كده. صادراتك بقى هتقل قدرتها التنافسية. ما هو لو معاليك بتصدر حاجة ب10 دولار، لو قيمة الدولار قلت يبقى انت كده بيدخل لك في الحقيقة حاجة بتاع 5 دولار مثلا. يبقى في الحالة دي انت محتاج ان انت تضاعف صادراتك عشان بس توصل لنفس الحالة اللي انت كنت عليها قبل الخطة دي. لو عندك اعباء ديون بالدولار اكيد قيمتها هتقل، ولكن لو عندك بقى اعباء ديون بعملة تانية زي اليورو مثلا، في الحالة دي هتلاقي نفسك اعباء الدين علي لان اليورو هيبقى اعلى من الاول. ده غير ارتفاع اسعار السلع الاساسية زي البترول الغاز وكل المحروقات. بس هي ايه الاتفاقية بتاعت مار إيلاج واللي بيتكلموا عليها اليومين دول، وايه علاقة اللي بيحصل ده بالتعريفات الجمركية؟ ركز معايا بقى علشان دي الاتفاقية السرية الجديدة اللي شبه الاتفاقية السرية بتاعت زمان اللي كان اسمها بلازا. واللعبة كالآتي والله أعلم. هيصدروا سندات حكومية أمريكية بدون فوائد مستحقة بعد 100 عام، وهيلزموا الدول الحليفة لأمريكا إنها تشتري السندات دي مقابل ضمانات أمنية أمريكية. طب الدول اللي مش هتشتري هيتحط عليها رسوم جمركية كبيرة هيفشلوها اقتصاديا يعني زي اللي بيحصل اليومين دول. طب ولو ان انت ولا بتصدر ولا بتستورد حاجة من امريكا وحالتك يعني كده ايه على قدك، في الحالة دي هيعلق الحماية العسكرية عليك او بيع الاسلحة والذخائر الامريكية ليك. وبكده الخطة دي هتساعد في انها تخفض العجز الامريكي وتقلل الفايدة. وعلى فكرة ترامب بالفعل طلع وقال حاجة غريبة، قال ان هو منفتح على خفض الرسوم، بس ما قالش ايه التمن.